السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الصلوات التي تقضيها المرأة إذا طهرت من الحيض؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل يا حبايبي أن المرأة لا تقضي الصلوات التي تفوتها في وقت الحيض، وإنما تقضي الصيام الذي فاتها إذا كان فاتها أيام من شهر رمضان. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم، خدوا بالكم بقى وركزوا في النقطة اللي جاية، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم يبقى الأصل دلوقتي إن المرأة لو أصابها الحيض مثلا 7 أيام أو أكثر أو أقل، فإنها حينما تطهر لا تقضي الصلوات هذه الأيام، لكن في صلاة معينة هتصليها اللي هي إيه؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض في آخر الليل قبل صلاة الفجر، يعني قبل الفجر، ما الفجر مثلا بيدن كام؟ مثلا الساعة 5، هي طهرت الساعة 4 أو الساعة 3، تمام كده، قبل الفجر، فإنها تصلي في ذلك الوقت المغرب والعشاء، لأن ما زال هذا الوقت وقت العشاء. تمام، يبقى تصلي المغرب والعشاء. طب ولو اكتفت بصلاة العشاء يجوز ذلك، يعني يجوز لها ان هي تكتفي فقط بصلاة العشاء، ولكن لان العشاء بتجمع مع المغرب فاستحسن ويعني بعض اهل العلم انها تصلي المغرب والعشاء، فان اكتفت بالعشاء فبها ونعمة عين، وان صلت المغرب والعشاء فهذا اولى وافضل واحوط. تمام، طيب ولو طهرت بعد الفجر تصلي الفجر فقط. واضح كده؟ يعني الفجر مثلا بيدن الساعة كام؟ الساعة 5، جت هي طهرت الساعة 6، تمام كده، تقوم تصلي الفجر بفضل الله بعد شروق الشمس بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو طهرت بعد صلاة الظهر تصلي الظهر فقط. طب لو طهرت بعد العصر، العصر بيجمع مع الظهر، تمام، لو طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر. طب لو اكتفت بالعصر فقط يجوز، ولكن الأفضل ان هي تصلي الظهر والعصر. طب لو طهرت بعد المغرب تصلي المغرب. طب لو طهرت بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء، وهذا هو الأفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.